مدعاة للإزعاج تخصيص مبلغ 500 ألف يورو من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والتي نضيف لها وتخريب أوطان الآخرين، وذلك عبر تقديمها للجمعية المغربية للتخطيط العائلي هذا المبلغ، وذلك لأجل تعزيز الخدمات الصحية الإنجابية للقادمات من جنوب الصحراء المجتاحات للأراضي المغربية. ودليلنا لهذا القول أن المغرب طارد لخيرة أبنائه وصفوة عقوله النابغة وكوادره للهجرة للخارج. إذن المغرب ليس بدولة يمكن أن يكون دولة مستقبلة لاستقرار مواطني باقي الأوطان المتخلفة بأدغال أفريقيا، ومن يدعي غير ذلك فهو يجني على مغاربة الداخل وكذلك على هؤلاء القادمين من جنوب الصحراء، فهم يعيشون مآسي فعلية سواء بالمغرب، سواء مشردين بالأزقة أو المقابر، ويعيشون على التسول السارقة المتجرة بالمحظورات، الاغتصاب والفساد بأشكاله. ولما كانت هناك أعداد من النساء المغربيات ما زلنا يلدن بالباصات أمام المستشفيات وبسيارات الشحن أحيانا لما لا يصلن إلى المستشفيات. إذن فما الداعي لهذه الجمعية المغربية وقبلها نظيرتها الإسبانية من سعيهما لتيسير وتشجيع إنجاب القادمات من جنوب الصحراء وتوطينهن والتمكين لهذه الجحافل العرمرم من الملل والنحل المتنافرة والبعيدة كل البعد عن خصوصية المجتمع المغربي، تقاليده، أنماط حياته وعقيدته. والمغرب ليست له حتى القدرة على التعامل كباقي الدول الغربية مع المهاجرين الذين يعيثون فسادا وبما يليق من الصد والحزم. هذا في الوقت الذي نجد أن سواد أعظم هؤلاء المجتاحين من جنوب الصحراء يعيثون فسادا وأصبحوا يشكلون قنبلة موقوثة تسعى من ورائها جهات معينة إلى تفجير السلم الاجتماعي بالمغرب وقبل وصول قطار الحكم الذاتي للصحراء المغربية إلى آخر محطاته. هي الدولة ذاتها إسبانيا من هندسة هذا الصراع المفتعل منذ 75 900 وألف، والآن تعيد نسج نفس خيوط المؤامرة وأكثر فظاعة. والظاهر على أن هذه الجريمة الجديدة بحق المغرب هي الأخرى ترتب خيوطها وبإسناد ورعاية خارجية وكذا جهات من الداخل، وهذا الغلاف المالي المخصص لتكاثرهم على امتداد المغرب مجرد غيض من فيض، وأيضا وبتواطؤ جهات داخلية من المغرب، وذلك من أجل توفير الظروف المواتية لخلق أجيال من الأغراب والذين يحملون كما من الغل وعنيفون بشكل هستيري ولا يقبلون الاندماج بشكل إيجابي. وهدفهم الأول هو إخضاع المغاربة وفرض أن تكون يدهم هي العليا كأحد أنماط الهمجية الرعناء، وبظل تسارع توافدهم والتي تتم بتواطؤ جهات معينة بمجرد وصولهم لا قدر الله، وهذا ما لا نرجوه لملايين عدة. فالأكيد على أن الدولة وبعدها المغاربة عليهم الاستعداد لمسلسل تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وبكل شيء من الأعلى وحتى أسفل السافلين، وكذلك أبواب الجحيم التي ستفتحها كل من الأمم المتحدة وعبر كل وكالاتها وآلياتها المختلفة والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهذا دون ما الحديث عن المآسي والانفجار في نهاية المطاف تجاه جل هؤلاء الذين عملت بعض الأقطار الإفريقية إلى تفريغ سجونها وإرسالهم للعثو فسادا بشمال إفريقيا، وما المآسي والمعاناة التي توثقها مئات الجرائم والصراعات الدموية الموثقة صوت وصورة على وسائل التواصل الاجتماعي. لا خير دليل على أن السلم الاجتماعي أصبح على المحك، وأن الحل الأمثل هو تخصيص قسم من هذه الأموال التي يمنحها الاتحاد الأوروبي على توفير مقرات لتجميع هؤلاء المجتاحين للأفارقة للأراضي المغربية من جنوب الصحراء والعناية بهم وبما يليق وإكرام وفادتهم عبر الأموال التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وحتى تأهيلهم نفسيا وإفهامهم على أن المغرب ليس المسؤول عن المآسي التي تحصل لهم وليس هو من يستنزف مواردهم، وإن كان أي كان فيجب عليهم القصاص منه، وأن الشعب المغربي ذاته يعاني ذات المآسي التي يعيشونها من قبل قوى الاستنزاف العالميين وتأهيلهم أيضا لبعض المهن الحرة إن أمكن، ولما لا تمكينهم من بعض المبالغ لتيسير أمورهم ببلدانهم حال الوصول من ملايين الدولارات التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي قبل نقلهم إلى بلدانهم. وبذلك يؤدي المغرب رسالته الإنسانية ويجنب السلم الاجتماعي المغربي التفجير المحتوم وعواقب مأساوية قد تعصف به كدولة وكيان، لأن المغرب يهاجره أبناء من سائر الفئات الاجتماعية وليس وجهة استقبال واستقرار، لأن فاقد
الشيء لا يعطيه.